بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أهلا وسهلا بيكم معايا من مطبخي مطبخ طماطم، ويلا بينا نعمل مع بعض المكرونة بشاميل بطريقة سهلة جدا جدا وبسيطة. إن شاء الله يا رب تعجبكم. ويلا بينا نشوف المقادير. معايا لعمل الحشوة نص كيلو لحمة مفرومة وبصلاية وفلفل أخضر وأحمر. وبالنسبة للبهارات ملح وفلفل وكمون وبهارات مشكلة. معايا الطاسة على النار وبضيف لها الزيت وبضيف البصل وبقلبه لغاية لما يدبل. دبل خلاص البصل معايا، بقلبه كويس وابتدي اضيف اللحمة المفرومة. واقلبها كويس جدا من غير اي اضافات تانية لغاية لما تتشوح كويس وتنشف. خلاص اتشوحت معايا اللحمة المفرومة وجاهزة اضيف الاضافات بتاعتي. معايا الفلفل، لو عايزينها تكون سبايسي ممكن نضيف فلفل حراق. ونبتدي نضيف البهارات، ملح وفلفل اسمر وكمون وبهارات مشكلة او بهارات لحمة. ومعايا كمان معلقة صلصة. بقلبها كويس جدا في الخلطة بتاعتي وكله يستوي مع بعضه ويتشوح وياخد من طعم بعضه ويطعم بعضه. خلاص كده الحشوة بقت جاهزة معايا لعمل البشاميل. واسهل بشاميل ان شاء الله كيلو لبن ونص لتر شوربة ومعلقتين كبار زبدة والبهارات ملح وفلفل وواحدة مرقة. ومعايا معلقتين كبار قشطة ومكعبين من الجبنة وكوباية دقيق. وفي الخلاط هبتدي اضيف المكونات بتاعتي. انا هعمل البشاميل على البارد. بضيف اللبن كيلو اللبن عليه كوباية دقيق وطبعا الملح والكمون ومكعب مرقة. بضيف القشطة وكمان مكعبين من الجبنة. وبخلط كله كويس في الخلاط. والحلة عندي على النار بضيف لها الزبدة وبضيف بعد كده البشاميل اللي انا ضربته في الخلاط على البارد. الطريقة دي سهلة جدا وبسيطة، جربوها هتعجبكم ان شاء الله. وبضيف بعد كده الشوربة او المرقة لو موجودة عندي. حابة تضيفي كله لبن ماشي، لو مش حابة بس الأحسن إننا نضيف لها مرقة بتضيف لها طعم أكتر وبتطعمها. حابة تضيفي زبدة تاني وتطعميها أكتر وأكتر براحتك. وكده البشاميل خلاص جاهز معايا وبقلبه كويس. مفيش أسهل من كده من غير كلكعة ولا أي حاجة خالص. القوام بتاعه جميل جدا وكريمي وهايل. مفيش أطعم من كده ولا ألذ من كده. أحلى وأسهل مكرونة بشاميل إن شاء الله. خلاص بطفي النار
عندي كيلو الا ربع من المكرونه البنه، بضيف لها نص البشاميل والنص التاني بسيبه لافرد بيه الصينيه وكمان لوش الصينيه، واقلبه كويس جدا. المكرونه على فكره انا سلقتها نص سلقه وضفت لها ملح بس، ما بضيفش اي ماده دهنيه علشان ما تفكش مني بعد كده. وابتدي افرد في الصينيه كده طبقه من البشاميل علشان ما تلزقش مني. وافرد كده طبقه خفيفه من المكرونه تحت، اقسمها بالنص، نص من تحت ونص من فوق. هفردها كويس في قلب الصينيه. وادي الحشوه الخطيره معايا، هفردها كده في الصينيه. شايفين الالوانات جميله جدا وطعمها بقى حكايه. النتيجه مبهره ان شاء الله، هتعجبكم. جربوها بالطريقه دي، سهله جدا جدا والنتيجه لذيذه. بفردها كويس كده في الصينيه وبضيف عليها المكرونه. بنضيف كده المكرونه الباقيه معايا، وافردها كويس في الصينيه. افرد عليها بقى طبقه البشاميل الاخيره، وهظبطها كويس من الجناب، وافرد البشاميل على الصينيه كلها وعلى طبقه المكرونه كلها. بغطيها بالبشاميل علشان اللي باقي منها هيكون ناشف، لازم تتغطى كلها بالبشاميل. وطبقه من الجبنه الموتزاريلا من فوق. جميله جدا. وممكن كمان لو حابه تضيفي بيض للوش، في ناس تفضلها بالبيض وفي ناس تفضلها من غير بيض، براحتكم خالص. خلاص، صينيه مكرونه بشاميل بطريقه سهله وبسيطه. يا رب تكون عجبتكم الطريقه، وما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه لو سمحتوا. شكرا ليكم، نورتوني، والسلام عليكم.